السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، كنرحب بكم دائما في قناة شيوة أم عبد النور. اليوم نحضر لكم سفوف أو سلو بطريقة صحية اللي كنستعمل فيه دقيق الشعير ودقيق القمح. كيجي رائع بزاف وكنتمنى تجربوه وما كنعملش لي دم فيه بزاف أو الزبدة. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير، واذا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب وتابوناو معايا وفعلوا الجرس باش يوصل لكم دائما جديد. بالنسبة للمقادير على بركة الله، كنحتاجو عندي هنايا كيلو بين دقيق الشعير ودقيق القمح، يعني نصف كيلو نصف كيلو اللي كيكون محمص في الفرن ديال الزنقة، مع كيلو ديال الجنجلان محمص، نصف كمية طحنته ونصف الاخر خليته مكمول ما طحنتوشي. كنخليه حبيبات، مع كيلو ديال النوى اللي كنسلقو ونحيد القشور وكنقليه وكنطحنو على هذا الشكل، كيكون ما مطحونش مزيان مهرمش شويه، مع زريعه الكتان تاهي اللي كنحمرها كيلو استعملت هنايا، حمرته وطحنته مزيان باش ما يبقاوش فيه ديك الزريعات، حيت هو الزريعات كيبقاو فيه ما كيطحنوش ولكن طحنته مزيان. مع هنايا عندي إلان اللي حمصته وديته عند العطار اللي طحنوا لي في الماكينه، حيت إلان كيبغي طحين يكون مزيان يكون غبره. مع هنا عندي النوى اللي بحال اللي قلت لكم سلقته هذا وقليته. مع الزبده عندي هنايا استعملت نصف كيلو، ذوبت نصف الكميه يعني 250 غرام و250 غرام عاد ما ندوبها، نشوف على حسب الدقيق. مع حبه حلاوه زليفه صغيره، مع النافع حتى هو عندي زليفه صغيره. كيف ما كتلاحظوا كيكون على هذا الشكل، ما كنطحنوش مزيان النافع، كنخلي ديك الحبيبات كيكونوا رقاق. مع القرفه، مع واحد المعلقه كبيره ديال القرفه، والجوزه صغيره محكوكه، مع واحد شويه ديال الملحه والعسل. هاد الكميه هادي يعني زليفه صغيره ديال العسل، ما كنعملش الحلاوه بزاف ديال السفوف، متوسطه كتكون. على بركه الله ندوزو نشوفوا طريقه التحضير. بالنسبه كنضيفوا للطحين كنضيفوا الجنجلان وزريعه الكتان والنوى كيف ما كتلاحظوا هنايا وإلان. من بعد كنخلطوا جميع المكونات بالاصابع. من بعد ملي كنخلطوا كنضيفوا الزبده مذوبه مع حبه حلاوه والنافع والقرفه. كنضيفوا هنايا القرفه وشويه ديال الملحه دائما كتلذذ السفوف. هنا ضفت الجوزه والملحه كنضيفها. من بعد كنخلط جميع المكونات او كنبسبس الطحين والنوى والكتان والجنجلان، كنبسبسهم بالزبده مذوبه مزيان باش كينسجموا. من بعد ما كنبسبس هيدا كنضيف الكميه اخرى ديال الزبده. ملي كنضيف الكميه ديال الزبده كنبسبس مزيان مره اخرى. قلت لكم هنايا استعملت نصف كيلو ديال الزبده هولنديسا، ما استعملتهاش كامله هنايا، خليت ما استعملتهاش كامله، يعني استعملت تقريبا واحد 300 غرام حتى 400 غرام. من بعد ما بسبست الدقيق ديال الشعير والقمح والمكونات اخرى مع الزبده، كنضيف العسل،
كنضيف العسل هنايا كيف ما كتلاحظوا. كنبدا نخلط مزيان وكنخصو الفريك هاد السفوف باش يدخل وما يبقاوش ديك الكويرات. بالنسبه للدقيق هذا ما كيعملش ديك الكويرات بحال دقيق الفرص. دقيق الفرص كخصو الخدمه تكون مزيان. هاد الدقيق هذا كيبقى بحال لي باش نقول كيف نقول لكم، كيبقى كيف ما كتلاحظوا ما كيعملش دوك الكويرات اللي كيكونوا. كنبدا نخدمو مزيان كيف ما كتلاحظوا هنايا كنخدمو. كنبدا نخدم مزيان بالسفوف. من بعد ما كندخل العسل وكنضيف الكميه اخرى، السفوف كيجي على هاد الطريقه. من بعد كنعمل له النوى يكون مقلي، وكنقدم لكم سفوف على هاد الشكل. كنزوقو بالنوايات او اللوز كيف كيجي على هاد الطريقه. كنتمنى يكون يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وتابوناو معايا وضغطوا على زر لايك اذا عجبكم الفيديو، وفعلوا الجرس باش يوصل لكم دائما الجديد. وشكرا.